مين جرب رمضان بتونس؟ شو بتعرفوا عن رمضان بتونس؟ اللي ما جرب رمضان بتونس ما يحكي، بس اللي بيعرف التوانسة واللي عاش معاه هون يشوف الفيديو تبعي هاد، واللي بحب تونس ينشر الفيديو هاد ويساعد بنشره، لانه هذا رمضاننا بتونس. هيك احنا بنحتفل برمضان بالمونستير، غير انه احنا نزينه بديارنا، وغير انه احنا ننظفه ونعمله حلويات، في شغلات اهم بكتير بتنعمل. تابعوا الفيديوهات وراح تشوفوا كيف رمضاننا بتونس بالمونستير بنستقبله. عنا حدا بيجوع، ما عنا حدا بيشتهي شيء عند الآخر. برمضان كلنا لازم نفرح، لازم ننبسط، لازم نقضي رمضان سعيد فيه البركة والخير والرزق علينا وعلى غيرنا، لأنه إحنا كلنا سواسية. شوفوا شو عملنا بمونستير، مبادرة ولا أحلى. جمعية يونيفرسال هي جمعية ناشونال وطنية موجودة بأريانا، بنعروس، بالمونستير، في الكاف. عاملين هلا قفف رمضان، فالجروب تبع المونستير جهز قفف رمضان. نحن اليوم يوم الخميس، يعني الجمعة، يوم السبت إن شاء الله يبلش عنا رمضان. هاي القفف اليوم إن شاء الله راح تتوزع على الأسر المتعثرة، وأنا بسميها أسر متعففة لأنه عفت عليهم نفسهم أنهم يطلبوا مع أنه هن محتاجين. ونحن برمضان إخوات، وبتونس تعلمنا نكون دايما إخوات واثنيناتنا جنب بعض، ما في حدا فوق الثاني. فمشان هيك الجمعية هون شباب، طلاب جامعات، مش تتخيلوا ناس رؤوس أموال، طلاب جامعات بجهود بسيطة ولكنها كبيرة قدرا، عم يعملوا هيدي الخفوف ويوزعوها للناس. اليوم الجمعية الموجودة بالمونستير واللي هو الجروب تبع المونستير، شو عمل للمونستير؟ رح نلتقي اليوم. أكرم كيفك يا أكرم؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ احكي لنا أكرم عنكم. والله احنا اسوسياسيون هيومانيتير، نحاولوا نعملوا دي دون، معناها ديزاكسيون كل مره. كيفاش المره هذه عملنا قفة رمضان العام الثاني، عملناه الخدمه وانا جيت جديد معناها مع السنة، وعملنا دي ستون ولمينا، وان شاء الله اليوم نفرقوهم، وان شاء الله تفهم ديزاكسيون مستقبليه. انت فيكم اللي يخدم، وفيكم اللي بعده عم يقرا، وفيكم بعده اللي هو سنه اولى قرايه ولا ثانيه بالجامعه، صح؟ معظمهم دي ستوديون، هم على الاغلب دي ستوديون، اما اللي يحاول ينجم يكون كوميتد معنا مرحبا به. تجمعوا هون بالمركز الثقافي، الثقافي الجامعي بالمونستير، اعطاهم المكان مشان يجمعوا القفوف هون. وشو كمان منظم واكيد وثقه، اخذوا لسته باسماء الناس المتعففه المتعثره احوالهم من المعتمديه، وصاروا يتواصلوا معاهم. هون عندنا اكرم عم يتواصل معاهم ليعرف شو بيوتهم. وكمان مثلا لو انا بعرف حدا، لو هن بيعرفوا حدا كمان عم بيزيدوه على الليسته. فما شاء الله، والحمد لله الحمد لله، اهل الخير ما قصروا، والناس المنيحه ما قصرت واشتغلت بالموضوع، وعن جد وصلنا يعني لنتيجه اكثر من رائعه. بس this is مونستير، وذس از تونس، وهيدا اهل تونس، وهيدا خير تونس. ايوب كان المفروض يكون معنا بس الله غالب لسه ما اجا. بس هاي القفوف ان شاء الله اليوم راح يتم توزيعها وتوصل للناس المتعففه المتعثره. ان شاء الله يا رب يكون رمضان عليهم وعلينا خير يا رب، والله يقدرنا ونعمل الخير جميعا.